أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست Overthink. معاكم مهند. هنكمل كلامنا النهاردة عن المرض النفسي وإيه هي الضغوطات اللي بتواجهنا كشباب الفترة دي، واللي فيه حاجات منها بقينا واخدينها كأنها مسلمات في حياتنا، بس هي في الحقيقة لأ. أولا لما بدأت أفكر بشكل منظم في الموضوع ده جه في دماغي حاجتين. أول حاجة هي الضغوطات اللي بتقابلنا في البيت والضغوطات اللي بنقابلها من المجتمع الخارجي، فاحنا هنركز شوية مع موضوع البيت دلوقتي. من تجربتي وتجارب ناس كتير حواليا أقدر أقول إن مهما كان البيت مريح بيحصل فيه حاجات صغيرة كده مش بناخد بالنا منها، بس بحس برضو إنها بتتراكم وبتعمل حاجة في الآخر. أو بيبقى البيت ده عبارة عن كابوس لكل الناس اللي عايشين فيه حرفيا، ومحدش بيبقى طايق حد، بس في الحالة دي المشكلة بتبقى واضحة وباينة. فاحنا النهاردة هنتكلم عن الحالة الأولى اللي هي بتاعت البيت الكويس اللي بيحصل فيه شوية مشاكل. أنا حاولت أجمع كده شوية مواقف نقدر نريليت ليها كلنا. أولهم وهي إن محدش بيبقى فاهم التاني عايز إيه أصلا، كله بيبقى عايز يمشي الدنيا على مزاجه علشان بيبقى شايف إن فيه حاجة غلط بتحصل. فتلاقي الأب والأم بيبقى عندهم حتة تحكم، وأنا عارف ومتأكد إن غرضها كويس وإنهم بيبقوا عايزين يبقوا بروتكتيف على أولادهم مثلا، بس أوقات الحتة دي بتخليهم يتجاهلوا آراء الأولاد، فيبدأ يتكون في دماغنا كأبناء إن إيه ده، إحنا ملناش لازمة. أو العكس، ممكن تلاقي حد من الأولاد بيبقى متمرد شوية فيحاول يفرض رأيه أو يعرضه بشكل مش كويس، فالأب والأم يقولوا إيه ده قليل الأدب ومترباش. فلو بنكلم الأبناء فطبيعي إن يبقى فيه غلطات من الأب والأم ومش لازم كلها تتصلح، ولو بنكلم الأب والأم فلازم يبقى فيه مساحة للمناقشات. بحس إن الأهل لسه مش مستوعبين فكرة إن الدنيا اتفتحت واتغيرت بشكل رهيب عن الأول، ودي مش فكرة مين أحسن ومين أوحش، بس لازم نسلم للتغيير ده ونبدأ نتعامل معاه. في الجزئية دي بقى في خناقات ومشاكل كتير بتقوم في بيوت كتير، واللي بتبقى ضغط على كل اللي موجودين حرفيا. زي ما كنا بنقول، أهلنا ممكن الجود انتنشنز بتاعتهم تترجم لمواقف وحشة وبتفضل معلقة في دماغنا من واحنا صغيرين. زي مثلا فكرة المقارنات، اللي هو من وانت صغير ممكن يبقى فيه حد أحسن منك ويتقالك شايف أخوك بيعمل ايه، شايف اخواتك منظمين ازاي، انت ليه مهمل كده، اخواتك محافظين على ألعابهم زي ما هي. ولما كبرنا طلعت ظاهرة ابن خالتك، واللي كلنا واخدينها بهزار، بس للأسف دي ممكن تبقى تروما عند ناس فعلا، ويتحول بقى ده كله للإحساس انك مش كفاية. انت مش كفاية انك تتحب، انت مش كفاية ان يحصل لك حاجة حلوة اصلا. وكل ده بسبب ايه؟ بسبب ان اهلك خايفين عليك وعايزينك تبقى احسن، بس للأسف النتيجة ما بتبقاش كده. افتكرت حلقة أسماء جلال في اي بي توكس لما كانت بتتكلم ان كلام مامتها معاها وهي صغيرة لسه مأثر عليها لحد دلوقتي ومأثر على ثقتها في نفسها، علشان مامتها كانت بتقول عليها انها مش حلوة وهي صغيرة. فده واحنا بنتكلم على ممثلة عندها الفانز بتوعها اللي كده كده بيزودوا ثقتها بنفسها مع الكومنتس او مع اي حاجة بتحصل على السوشيال ميديا، فما بالك بقى لو هو شخص عادي؟ الموضوع فعلا هيبقى أسوأ بكتير. الأمثلة والمواقف كتير ومش هتخلص، لأن زي ما قلت في بيوت بتبقى أسوأ من كده، وأوقات كتير ما بيبقاش فيه حلول واضحة. ففي الوقت ده أنا معرفش إيه اللي ممكن يكون الحل، بس اللي أقدر أقوله هو إن لو في حد في الموقف ده حاول تلاقي الوقت اللي تفهم فيه المشكلة اللي بتحصل من غير ما تحاول تدور على حلول. حاجة كمان بقى وهي إن قعدة البيت على طول بتجيب مشاكل، يعني لو جبنا أكتر اتنين متفاهمين وقعدناهم مع بعض فترة طويلة هيحصل بينهم خناقة، وده عادي، بس في فرق ما بين خناقة عادية وخناقة بسبب مشكلة فعلا. فلو عرفنا نفرق بين ده وده الدنيا هتبقى أحسن، فما ناخدش كل حاجة على صدرنا زي ما بنقول. وأنا حصل معايا موقف زي ده، يعني أنا يعتبر طلعت من البيت من أولى ثانوي وأنا عايش برا وبرجع في الأجازات، فمشاكلي في البيت قلت بالتبعية. بس لما رجعت قعدت فترة طويلة وده كان وقت الكورونا، للأسف حصلت معايا مشكلة،
وكان سببها برضو قعدة البيت. فهي كانت مشكلة، بس هي اللي علمتني الفرق وخلتني اتحكم شوية في نفسي واعرف ايه اللي يستاهل نتكلم فيه وايه اللي ممكن يعدي عادي. بس ففي الاخر معظم الوقت اهلنا بيبقوا عايزين لنا الخير فعلا، بس مش على طول بيعرفوا يوصلوا ده. يمكن ده اللي كان بيحصل معاهم زمان وشافوا انه جاب نتيجة مثلا، بس احنا دلوقتي بقينا اوعى وبقى لينا اكسس على معلومات اكتر، وكل واحد بقى عارف حقوقه وبقى راسم شكل لنفسه. يمكن اهلنا اصلا مش مستوعبينه لسه، بس زي ما الوعي ده عرفك حقوقك، فانت بقى مطلوب منك برضو انك تتفهمهم بشكل احسن، وده هيسهل عليك وعليهم.